فضل شاكر في حديث جديد إلى الام تي في: أسلم نفسي فقط أمام قاض تابع لله. بشكل دوري تتوالى التقارير الإخبارية المكتوبة على المواقع الإلكترونية التي تلوح بأن هناك تسوية مرتقب إنجازها تخص الفنان فضل شاكر، وبشكل مبرمج تركز التحليلات على أن الرجل ينتظر خواتيم الملفات الأمنية المتعلقة بتسليم عدد كبير من أنصار الشيخ أحمد الأسير الموجودين في مخيم عين الحلو أنفسهم إلى استخبارات الجيش لإنهاء قضاياهم. أما الأمر الذي جعل بعض المواقع تضع التحليلات في إطار المعلومات هو تسليم شقيق فضل شاكر محمد عبد الرحمن نفسه للجيش في 25 من تموز الفائت، باعتبار أنه سيكون بمثابة اختبار لما سيجري. كل هذه الأجواء الملبدة بإيحاءات اقتراب تسليم شاكر نفسه لا تنقشع إلا بجواب من صاحب الشأن. السلام عليكم أخي حسين حبيبي. أول شيء لا في وسطاء ولا في اتصالات ولا في تسوية عم تصير بهذا الموضوع. بخصوص هذا الموضوع هذا كله كلام صحافي وكلام يعني إعلام كذاب. يعني تعودنا على كذب الإعلام اللبناني المرتهن يلي جرمني وجرم كتير ناس مثلي لحتى طمن كل الناس. حج بقى كل ساعة بيطلعوا لي تسوية واتصالات وبسلم حاله هيا كمشو هيا بالمخفر وهيا ما بعرف وين. فأنا بتمنى من الإعلام إنه يكف عني بقى، خلص يحلوا عني، بكفي هالقد. شاكر لا يتعنت في الإصرار على مبدأ تسليم نفسه، إنما يصر على تحديد الجهة التي يريد أن يسلم نفسه إليها. أنا بدي مسؤول بالدولة اللبنانية يفرجيني إثبات انه فضل شاكر خي ارهابي ومجرم قتل الجيش. بديش عملاء تقعد تقول عني انا ارهابي ولا انا. يتفضلوا يجيبوا اثبات وبراهين انه فضل شاكر قتل الجيش، وانا مستعد ساعتها شو بدهم تحت امرهم. في كاميرات فوق، يفرجونا الكاميرات اللي كانت فوق عند الاسير يا خيي، يفرجونا وين انا حملت سلاح وقتلت الجيش. انا بدي سلم حالي لقاضي تابع لربنا عز وجل. في واحد اذا في واحد يطلع يقول لي انا يا خيي تعال سلمني حالك، انا تابع لله عز وجل وبسلمه حالي وهذا يحكم بالعدل ساعتها. شاكر كشف عن مسؤوليته في انسحاب الأسير من الشارع وفك الاعتصام بعد لقاء رتبه مع الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، مذكرا بأنه سلم سلاحه إلى الجيش اللبناني قبل أسبوع من معركة عبرة، والأمر موثق لدى مديرية الاستخبارات.